انا قلت 13 محافظه ولم اقل لفظ 13000 ده على الاطلاق. يعني اذا كلامي انا صحيح ان حضرتك ما قلتش 13000؟ لا انا قلت 13 محافظه. طب ال 13000 دول جم منين يا دكتور يونس مبدئيا يعني؟ نعم؟ كلمه ال 13000 اللي نسبوها لحضرتك والحزب النور دي من اين اتت وهي منتشره جدا في اتت من الاعلام، ولكن انا لم اقل 13000 على الاطلاق، انا قلت 13 محافظه. جميل. وانا تكلمت مع الدكتور محمد مرسي مرتين قبل ذلك في الحوار الوطني في وجود الدكتور محمد سليم عوض والدكتور ايمن نور، كلمته في هذا الملف وتكلمت معه عند اللقاء الخاص بين حزب النور وبين سياده الرئيس حوالي ساعتين ونص او 3 ساعات، كلمته بالتفصيل عن هذا الملف وضربت له بعض الامثله. وهذا الملف احنا عددناه، احنا لنا محافظات ولنا قواعد في كل المحافظات. كويس. والكلام الذي يتردد ان هو ماخوذ من امن الدوله هذا كلام عادي تماما من الصحه، وهذا كلام يعني اذا حضرتك بتقول ان الكلام الموجود الخاص انه الكلام ده جاي من امن الدوله وان دول كانوا متعينين قبل الثوره، ده كلام فارغ. حضرتك ده كلهم معينين بعد الثوره وعندنا بالاسماء وبالاماكن. لا انا مش عايز. حضرتك بس لما اكمل هذه المعلومات اتيناها من القواعد من جميع المحافظات، امانات حزب النور من جميع المحافظات، وهذه المعلومات طازه. يعني احنا بنجمعوا فيها من حوالي شهر لما حدث شكوى في كل الاماكن وخاصه وزاره الاوقاف، فاحنا جمعنا هذه المعلومات. يعني انت حضرتك يا دكتور يونس بتقول ان وزاره الاوقاف كمان حصل فيها اخوانه؟ طبعا. طيب عشان احنا معانا الدكتور طلعت عفيفي بكره هيرد. انا كلمت الدكتور مرسي. أيوة. من باب النصيحه، والله قلت له ان كان بيكلمنا على مساله الانفلات الامني وان دي مؤامره خارجيه والاعلام، قلت له لا، بس في جانب كبير من الشعب المصري عنده نوع من الاحتقان والتذمر نتيجه لاعتلاء الاخوان كثير من المناصب على اساس الثقه وليس على اساس الكفاءه. ووعدت ان انا هاتي له بملف، فانا بقدمه للدكتور محمد مرسي من باب النصيحه ووضح له الامر وخطوره الامر على ارض الواقع. في عدد عند حضرتك؟ يعني في عدد مثلا دكتور يونس مخيون ماسكه في ايدي تقدر تقوله لي ربنا يرضى عنك؟ العمليه مش حضرتك، العمليه مش عمليه عدد، العمليه اللي عندي بيانات ب 13 محافظه، بيانات بالتفصيل، وباقي 10 محافظات بتاتيني تباعا. طيب عندي وهذا الملف انا سلمت يوم الحوار الوطني، سلمته للدكتور محمد مرسي في يدي، سلمته في ايده. طب امال الجماعه في مؤسسه الرئاسه الانكار اللي بيقولوا ما فيش ولو في يطلع يقولوا في الاعلام ده كلام يعني ده ايه؟ اقسم بالله هذا كذب صراح. انا سلمت وانا بستشهد بالدكتور محمد مرسي على الهواء الان، ولا لا اظن ان يقول الا الحق ان شاء الله. سلمت للدكتور محمد مرسي بعد الحوار الوطني، وقف معايا وقفه وديه وحطت ايدي في ايده، وسلمته الملف في يدي واعطاه سلمه للسكرتاريه، واحد طويل وعريض كان من السكرتاريه خده منه، ووعداني ان هو هيتناقش معايا في هذا الموضوع في جلسه خاصه بينه وبينه. وكلمت عن الضباط الملتحين، قال ان شاء الله هناقشك فيها في الجلسه الخاصه القادمه بيني وبينك. وسلمت هذا الملف بيدي ليس من باب ان احنا بنشهر ولا غيره، ولكن من باب النصيحه. لا اطلاقا، ما حدش يقدر يتهم حضرتك بموضوعك ان شاء الله في نيتك، وانك ان شاء الله على دين نحسبك كذلك يعني. نعم. طيب وده السبب حضرتك ان انا مش عايز انشره في الاعلام، لان الاخوان المسلمين دول اخواننا واحنا بنحبهم في الله عز وجل، مش مساله تشهير انشار في الاعلام، احنا سلكنا الطريق الصحيح. عندي سؤال يا دكتور يونس هيساله بعض الناس، حضرتك بتقول انه من بعد الثوره الى الان، في الفتره اللي هي ما بين قيام الثوره وتولي الرئيس مرسي احنا كنا بنتكلم تقريبا في سنه وشويه. نعم. يعني تعيين الاخوان في هذا الوقت كان مين المسؤول عنه؟ العسكري ولا مين؟ انا جبت التعيينات كلها اللي حدثت بعد تولي السيد الرئيس محمد مرسي الرئاسه. نعم. دي حصرناها، ومن ضمن في محافظه واحده محافظه كفر الشيخ حصرنا 57 قياده وغيره، وعندنا يعني حاجات موثقه. واحنا سبب ان احنا مش عايزين نعرضها في الاعلام، لان احنا مش عمليه ان احنا بنشهر او كده، مش عايزين نصل لهذه المرحله، لان قدمت والله من اجل النصيحه فقط. انتوا عندكم تخوفات يا دكتور